كتبدا القصه مع واحد خونا سميتو ستان. قبل الموت ديال والديه تربى وكبر مع جدو اللي كان كيعاملو بطريقه خايبه، وبالاضافه للقسوه ديال جدو في الدار كانوا كيحقروا عليه شي دراري في المدرسه. الحاجه الوحيده اللي كانت كتنفس عليه هي الكلب ديالو. فيما كيجي من المدرسه كيخرج يلعب معاه، وهما خارجين هاد العشيه بدا الكلب كينبح جهه المخزن وكيبان مخلوع. حاول ستان يكالميه ولكن والو. ستان مشى للمخزن باش يشوف شنو كاين تما. يلا دخل بمده قصيره شاف شي حاجه وخرج كيجري من تما مخلوع. صيفط الكلب ديالو مع دخل الكلب هو يتسد الباب. واحد شويه هو يتلاح ليه الراس ديال الكلب واللي غادي يكون تقسم على الجسم ديالو. هنا تاكد ستان باللي شي وحش مخبي في المخزن ديالو. مشى يجري للدار باش يجيب شي حاجه اللي دافع بها على راسو. هو كيقلب في الكوزينه حتى جا جدو اللي غادي يكون سمعو داير روينه. سولو اش كدير؟ قال لي ستان باللي كاين واحد الوحش مخبي في المخزن ديالنا. جدو بطبيعه الحال ما غاديش يتيق بيه، طلب منه ستان باش يجي ويشوف بعينيه. الجد مع مشى شاف الراس ديال الكلب اللي كان مقطع برد ليه الماء في الركابي وحس بالخلعه. مع ناض هز الجد العكاز ديالو وقصد المخزن. ملي قرب حداه بدا كيعاير في الوحش باش يخرج عنده. ملي شاف الوحش ما دار حتى شي حركه قرر هو يدخل عنده. ستان بدا كينبه ولكن الجد ما سمعش ليه وقرر يدخل. فتح الوحش الباب جرو عنده وسد الباب. مشى ستان حدا الباب باش يحاول يعتق جدو. مع حل الباب طاح جدو وكان مضروب في دارو. صاحبنا من مورا هادشي زاد تخلع. مشى هز واحد السلسله باش يسد على الوحش لداخل. واحد شويه ستان مشى هز واحد المطرقه وجلس كيطرق في الباب باش يتسد، وزاد مع هذيك السلسله واحد الطروفه ديال العود. من مورا هادشي اللي داز عليه عيا بزاف وطلع لبيتو يرتاح. مع تشكى نعس بدا كيحلم باللي قاصد المخزن وكيسمع الغواج. فهاد اللحظه فاق مخلوع. نهار الاخر مشى للمدرسه وكيبان مهلوك وهو مريح حتى بانوا ليه شي وحدين كيضربوا صاحبو كورلي. ستار ما تسرطاش ليه ومشى الدار معاهم حتى هو. وملي رجع للدار كان كيفكر غير كيفاش يتهنى من هاد الوحش. هز واحد العصا وقصد المخزن. هو يسمع شي حاجه في المخزن، مشى حط ودنو باش يسمع حتى خرج ليه هذاك الوحش. خونا بقى كيقاوم حيت عارف الا شدوه ودخلوا عنده غير يودع. من بعد ما قدر يفلت لاحظ باللي ايدي الوحش تحرقوا بالشمس، وهنا عرف باللي غالبا غادي يكون مصاص الدماء. فهاد الوقيته وصل عنده صاحبو كورلي اللي غادي يكون كله مفرشخ. ما غادي يبدا يهضر معاه على هادوك اللي ضربوه وقال ليه ستان ما مساليش لهاد التخربيق ديالك. سولو اش واقع عاود ليه لافير ولكن كورلي ما تاقش بيه وبغى يشوف بعينيه. مع قربوا عنده خرج ليهم. قدروا يفلتوا ومشاو هزوا واحد اللعيبه باش يسدوا داك الفتحه اللي بقات في الباب. جا الليل صاحبنا تفرج في 10 ديال الافلام ديال المصاصين الدماء باش يعرف كيفاش كيقتلوهم. من بين دوك الطرق كان تعرض لمصاص الدماء لاشعه الشمس ولا ضربوا بعصا ديال الخشب في صدره. بقى صاحبنا كيتفرج حتى دا النعاس، وفي الصباح قرر يجرب الطرق اللي شافهم البارح في الافلام. هز واحد التقاب وطلع للسطح ديال المخزن، دار فيه شي فتحات باش تدخل فيهم الاشعه الشمس، وبالفعل نجحات والوحش بدا كيتحرق وكيغوت. مشى صاحبنا للدار وواحد شويه سمع الدقان في الباب. حل هو يلقى واحد البوليسيه كتقلب على شي فلاح من الفيلاج ديالهم ووراتو الصوره ديال خونا. فاش شاف الصوره ضربو الضوء حيت داك الفلاح كان كيشبه لداك مصاص الدماء اللي عنده في المخزن. خونا علمها باللي الا شاف شي حاجه غادي يعلمهم. ركبات معاها ستان في الطوموبيل وداتو للمدرسه باش تعرف شي واحد من تما اش واقع، ولكن ملي ما دات والو قررت ترجع للدار وتقلب بوحدها. وستان واقف مع صاحبته في المدرسه حتى دازو واحد المتنمرين بداو كيتنمروا عليه كي ديما. غير هو هاد المره لقاوه معصب طيح خونا وبقى تيضرب فيه. ما طلقوا حتى جا المدير والاساتذه. ستان فاش سمع البوليسيه مشات تقلب على جدو في الدار شدها بجريه باش يعتق الموقف. وبالفعل البوليسيه غادي تكون دارت الدار كامله وبقى ليها غير المخزن. قدر ستايل يوصل عندها نبهها باللي ما تدخلش ليه، ولكن البوليسيه تهماتو باللي هو اللي قتل جدو والفلاح اللي كتقلب عليه. ملي تبتاتو في الارض ما حلت الباب خرج الوحش طير ليها دراعها ودخلها عنده وسد الباب. هو باقي مصدوم داكشي اللي وقع وضرب على داك المتنمر جاي عنده باش ينتقم من داكشي اللي وقع الصباح. خونا مع شد ستان عطاه قتله ديال الكلاب. واحد شويه خونا سمع القرطاس من موراه. دار هو يلقى كورلي منيش فيه. المتنمر بدا كيقول لكورلي باللي اخر مره نقاش شي واحد فيكم، ولكن كورلي كان حاقد قال ليه عزل يا نتيري فيك يا تدخل المخزن. صاحبنا عزل يدخل المخزن حيتاش ما كان عارف والو. ستان بدا كيغوت عليه ولكن كورلي ضرب ستان في راسو حتى غيب. وملي فاق لقى صاحبته كتنوض فيه. صاحبنا معنا ضرب على الباب ديال المخزن محلول. ناض كيجري يسد الباب قبل ما يخرج الوحش. لقى صاحبو كورلي تما وغادي يكون حتى هو ولا مصاص دماء. كورلي نقز على ستان باش يعضو. بقى صاحبنا كيقاوم حتى هز واحد العصا ديال العود خشاها ليه في صدره وجرو للشمس باش يتحرق. ملي مات صاحبو كورلي صاحبنا عاود صاحبته لافير كامله وموراها جمعوا الخشب وطرقوا الدار كامله قبل ما يطيح الليل ويدخل لهم الوحش للدار. وهما حاضين واحد شويه سمعوا الدقان في الباب. ناض خونا باش يشوف شكون. لقى صحاب المتنمر جايين كيقلبوا على صاحبهم. حاول ستان يحضرهم ولكن خوتنا ما سمعوش ليه. واحد شويه خرج الوحش خطف واحد منهم
والاخر دخلوا ستان معاه للدار. في هاد الوقيته سمعوا الصداع في الطابق الثاني وهما يتفكروا باللي خلاو واحد الشرجم محلول. واحد شويه صاحبه ستان باركه في البيت حتى طلع عليها الوحش، بقى ضارب معاها. دخل ستان حتى هو وبقاو مضاربين مع الوحش. واحد شويه غفل الوحش مع ستان وهي جبت صاحبته واحد الشاقور وهي ضربته الراس حتى قطعاتو ليه. واخا ما ماتش ولكن ما غاديش يبقى يتحرك. جروا الجثه ديالو للمخزن هما يحرقوها هي والجثث الاخرين، حيت هاد الطريقه الوحيده باش يقتلوا المصاصين الدماء. وتا لهنا غنكون وصلنا لنهايه القصه. الا عجبتكم ما تنساوش معكم واحد لايك وبارطاجيو مع صحابكم باش يوصلكم دائما الجديد وسبسكرايب. تلاقاو الخوت في الفيديو الجاي. بيس.